عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم في خير وصحة وعافية يا ربي. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم دقلة وحليب فل وياسمين. ان شاء الله يا رب الكلكم تكونوا في خير وصحة وعافية وهنا وراحة بال. غبت عليكم مدة طويلة، ان شاء الله يا رب يقدرني ونعود نرجع بصراحة. توحشت القناة وتوحشت التصوير، اما الله غالب ظروف اقوى مني. اما مش مشكلة، ان شاء الله يا رب هيك بشوية بشوية نعود نرجع كما قبل ونهبط كل يوم فيديو. والله المستعان. وكهو اليوم جيتكم فيديو جديد ودبارة جديدة يا البنات. مش ناخذ كتف متاع خروف اللي هو العلوش في تونس نقولوله. وانتوما تنجموا تستعملوا اي نوع اخر، راهو من اللحم تنجموا العنق، تنجموا الفخذ، تنجموا اللي تحبوا عليه. انا كان متوفر عندي لهنا الكتف خذيته. ومش نعملوا مصلي في الكوشه بطريقه سهله وبسيطه وبالتتبيله متاعه. بصراحه ما نحكي لكمش ويجيكم ذايب ذوبان في الفم. ما نحكي لكمش على البنه وكهو. نودكم ونشهيكم قسمكم الكل في الجنه ان شاء الله. المفيد بيه البنات نبداو في الطريقه نتاعنا. خذيت لي كتف، يعني هكا مشيت عليه هكا السكينه باش الفحات الكل تدخل في وسطه. بالنسبه للفحات نتاعي خذيت شويه معدنوس، خذيت شويه سكنجبير، يعني مغرفه صغيره سكنجبير، مغرفه صغيره ثوم مرحي، شويه فلفل اكحل، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره كركم، وشويه من الفلفل الاحمر، ومعهم الزيت النباتي وخلطتهم. وهذه هي كانت التتبيله متاعي، ما نضيف معاها حتى شيء اخر يا البنات. بصراحه هذه يعني تعطي بنه للحم ما نحكي لكمش عليها. لهنا انا زدت الفلفل الاحمر، بالطبيعه حطيت الفحات الكل كما قلت لكم، شويه معدنوس، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره سكنجبير، شويه فلفل اكحل، مغرفه صغيره من الثوم الباودر، ومغرفه وشويه فلفل احمر، وخلطهم بالزيت النباتي ولا نضيف لا مالح حتى شيء. كيما هي حطيت الزيت وكل كي، وتوا مش نبدا نحط فيها في الحمام تاعي. مش ندخلها في الشقوق اللي عملتهم، فوحتهم من التالي من القدام على الجناب الكل، دخلت فيها لفحات من مجاميعه كما قاعدين تشوفوا لهنايا البنات. قبل ما ننسى يا البنات، اذا كانت اول مره تشوف الفيديو متاعي نتمنى منك انك تشترك وتنضم لعيلتي الصغيره. خلي القناه تكبر شويه واذا كانك يعني مشتركة معايا نتمنى منك انك تدعمني بالجيم وال انك يعني ونتمنى منك يعني انك تعمل مشاركة مع اصحابك باش الفيديو يطلع شوية والقناة تكبر شوية. يعني خاطر طاحت لي عندي مدة، يعني كما تعرفوا ما هبطش فيديوهات، فالقناة طاحت لي شوية. نتمنى منكم انكم تدعموني وتقفوا معايا في الوقت هذايا. وكهو يا البنات ان شاء الله ربي يخليكم ويبارك لكم ويديمكم نعمة في حياتي كل كيا. لهنا يا البنات بعد ما فوحت اللحمة متاعي بالقدا بالقدا بالقدا، اذا كان فما possibility يعني انكم يعني عندكم الوقت انكم تخليوها في الفحات متاعها هكا حتى ساعتين، تجيكم ابن وابن. مي انا خاطر كنت مستعجله، راجلي يعني قريب يجي من الخدمه والكل كيف، فاستعجلت قلت لي زني نطيبها في ساعه قبل ما يروح هو. وليت فوحتها وقديتها وحطيتها في الكيس الحراري كما شفتوا، وسكرتها على الجناب. انا الكيس الحراري هذا نشريه يبدا يعني فيه 8 متر، وانت تقص على كيفك، يعني مش يبدا محلول على الجشرتين فيلزم تسكره. ودخلتها للفورة على 180 درجة لين طابت لي طابت زبدة يا البنات ما نحكي لكمش. خرجتها من الفور، حليت لها باش تاخذ الوجه من الفوق، حليت عليها باش تاخذ لي الوجه. لهنا انا كيف جيت نحل فيها بصراحة طلعت البخار، نسيت مخي ماهوش فيا بصراحة البريود هذية الله غالب. عديت يدي هكاك على البخار يخي تلكعت صيفت لك ما نحكي لكمش. اما ربي استر وكهو. لهنا بعد ما حليتها بديت نهز فك الزيت وكل اللي يسيبوا اللحمة الكل كيا، وليت نحط فيها كم الفوق. وتوا مش عاود نرجعها للفور لمدة 5 دقائق اكهو.
وطيبت عملت روز ابيض، ما زدت فيه حتى شيء. راجلي قال لي اعملوا هكا روز ابيض هكا، هو اللي عملت روز ابيض. فوحته بشويه فلفل اكحل وشويه ملح هكا هو، خليته لين طاب بالقدا. ومن بعد لكية خذيت المقله متاعي، حطيت فيها مغرفه صغيره متاع زبده، ومش نقلي فيها هكا شويه لوز ومعاه شويه بندق. البندق اللي هو الصنوبر يا البنات، اللي ما يعرفش البندق احنا في تونس هو الصنوبر باللغة العربية. مش نحمرهم هكا شوية في وسط الزبدة باش نزين بيهم اطباق في الاخر وكهو. يا البنات بربي نحب نطلب منكم زادة طلب انكم تدعيوا البابا بالشفاء. بابا مريض شوية، نتمنى منكم كل واحدة تشوف الفيديو انك تدعيوا له بالشفاء يا البنات. بصراحة كما يقولوها الدشة موجودة لهنا في الغربة، والعقل والقلب موجود غد لكي كان نلقى تو كيفاش نطير برشا صحاب يعني أصحابي هكا وأخواتي اللي معايا في القناة كلهم لاموا عليا شبيك جيت لتونس ما تقابلناش، شبيك ما كلمتناش. صدقوني يا البنات راني روحت بين في أقل من 24 ساعة، صدقوني أقل من 24 ساعة كنت قصيت البي وروحت. يعني ما كانش على البال بالكل المروحة. كلموني قالوا لي راهو بوك مش يعمل عملية يلزمك تجي. عملت هكا قصيت وروحت من غير ما نشعر. الله غالب إن شاء الله فرصة أخرى وتكون يعني تكون الظروف ما خير، وإن شاء الله يكون بابا زاد يقوم لاباس ويبرى ويقف على ساقيه كما قبل. وصدقوني كيف نروح لتونس نكلمكم الكل كيا ونعملوا هكا لما يعني اللي يبداو قراب للمستير. كما تعرفوا انا يعني بحث المستير اللي يبداو قراب للمستير نجموا كلنا نتقابلوا ونعملوا لما غد لكي مع بعضنا ان شاء الله بقدرة ربي. لهنا وانا قاعده نطيب راجلي جايب لي هكا قضيات وصيتوا عليهم. هذا حليب متاع ولدي لا استغناء عليه، خاطر ولدي ما يرقد الا ما يبدا يشرب في الحليب هذايا. خذيت له هكا كميه وجاب يعني خبز، وجاب لي هكا طماطم، قلت له جيب لي طماطم وخيار باش نعمل سلطه. خاطر في النهار هذايا نهار 4 من غدوه كيا صباح جور فريي لهنا، ف الدنيا الكل كاية مسكرة. قلت له اقضي لي قضيت باش ما نتعوقش في الجور فري ونقعد واحده يبدا عندي حاجات ناقصه. فجاب لي الخبز كما قلت لكم، جاب لي شويه غله، جاب لي جيزوز اما ماهوش في المقاطعه يا البنات. وهيك قضيات بسيطه وهكا هو نظمتهم وحطيتهم. اللي مش يتحط في الفريجيدير حطيته، واللي مش تحط اللوطه حطيته، حسيلو قديت الامور كليكيه. لهنا الحمام تاعي حضر والروز طاب حطيته كما تريتو. عملت خذيت الصحن هذايا دورته بالروز وفلوس خليته فارغ وحطيت فيه الكتف متاعي وزينته باللوز بالطريقه هذيا. بصراحه شخنا عليه ما نحكي لكمش، البنه والريحه والفيحه نودكم وننشهيكم قسمكم الكل في الجنه. جربوها يا البنات بالطريقه هذه وصدقوني ما كنتش مش تندموا من كثره البنه اللي فيه. انا الحمام تاعي خليته تقريبا ساعتين في وسط الفور. جيت طايب زبده نودكم ونشهيكم. ولهنا من الفوق يعني بعد ما حطيت هكا وزينت وكل كيكه اكل الزيت وكل الصوص اللي هبطت من اللحم وكل كيكه قعدت نزين بها على الروز وعلى اللحم وكل كيكه، زادتها نكهه وبنه ما نحكي لكمش. وهذا هو الطبق نتاعنا في الاخر. زينت يعني باللوز والبندق وفضل لي شويه وليت حطيته كيكه في صحفه، راجلي يحب ياكلوا هكاكا حطيته له على جنب. قلت له هناك شيخ فيه. وهذه هي وصفتي لليوم يا البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم. وان شاء الله ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناه اذا كانكم ماكمش مشتركين. والجيم راهو يا البنات جيت مش يرفع الفيديو وكهو باش عباد اخرى تشوفوا، اما راهو ماهوش بالفلوس. نتمنى منكم الكلكم تدعموني بالجيم والاشتراك في القناه ويعني وتشتركوا الفيديو مع اصحابكم باش القناه تعاود تطلع. نتمنى الشيء هذا من كل قلبي يا البنات. وهكا وصلت نهايه الفيديو، نقول لكم تصبح على خير.